لو انت اقل من 18 سنة لا، شوف الفيديو عادي يعني. بس مش هقول لك ما شوفوش. بس انت اكيد كده ما عدتش بتالتة ثانوي اكيد. وده من حسن وسوء حظك في نفس الوقت. تعالى كده وانا فاهمك. Wait a minute. Who are you? طيب يا اسطى، تالتة ثانوي دي عبارة عن ماراثون. لا لا، بلاش كليشيه. عارف انت الفيديوهات اللي بتطلع لما بتكتب في سيرش اليوتيوب تالتة ثانوي؟ ايوه، النصايح دي اللي هي تالتة ثانوي ماراثون، ولازم ما تراكمش، ولازم تركز في اللغات، ولازم 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 ولازم. بص، امسكهم كلهم ورميهم في الزبالة. اصلا انا اكيد برضو مش جاي عشان اديك نصايح، بس ده ما يمنعش انها ماراثون فعلا، وانك تجري فيها بالراحة. بص، انت تجري حرفيا، انت لازم تسمع الفيديو ده وتقوم تجري في اسرع وقت قبل ما تخش تالتة ثانوي. بص يا اسطى، خش صنايع. بكلمك بجد والله، يعني الصنايع هتنفعك اكتر بكتير من ثانوي عام. توفير فلوس وصحة ونفسية، أقسم بالله في النهاية هتطلع مش هتلاقي شغل. يعني كده خربانة وكده خربانة. بس تعرف ايه النقطة البيضاء اللي في تالتة ثانوي؟ حرفيا يعني النقطة البيضاء اللي في تالتة ثانوي هو الصفر اللي هتجيبه في امتحانات الأحياء كل امتحان. بص، في تالتة ثانوي أكتر مادة هتحبها هي أكتر مادة هتجيب فيها درجات عادي جدا، يعني مش زي الأسطورة المنتشرة اللي بتقولك إن أكتر مادة بتحبها هتجيب فيها أقل درجات، فمفيش الكلام ده يا صديقي. بص، انت هتذاكر وهتتفشخ حرفيا، وهتسهر الليالي، وهتعمل الافراح والليالي الملاح. وفي الاخر هيجي عيل اهطل من احدى قرى محافظة بلد المواويل، تحديدا لقرية المشروب المزدل امامكم، او مركز العاصمة السابقة لتنزانيا، بسماعة ولجنة عليها سلاح، يجيب 98% وتسعة من عشرة، ويدخل كلية احلامك ويستناك اول يوم في الجامعة عشان يدخل الكلية قدامك ويغيظك. المشكلة اننا بنتحسب عليهم، يعني اللي هو لما بكلم حد من خارج دولة بلد المواويل يستغرب ان ازاي مش جايب 101% وداخل 5 كليات ومعاه 7 دكتوراه بسبب الغش. يعني من فترة كده الكويتي كان باعت لي بيقول لي: السلام عليكم، ما تعرفش حد بيبيع سماعات غش؟ اه، معاكم اخوكم عبد الله تاجر سماعات الغش، بنبيع بالاقساط والكاش، وخش الكلية عادي وتخرج واشتغل وتعالى ادفع لي الفلوس، مش مشكلة يعني. احنا كده كده ربنا ما بيننا، يعني احنا بنغش بس، يعني بنغش بس وبنضيع مستقبل الناس، فربنا كده هيوفقنا يعني. بعدين تعالى هنا، انا قريت اول رسالة قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تاني رسالة قلت رد. فمش مستاهلة يا اسطى، خش صنايع واطلع صنايعي قد الدنيا، او ادخل ادبي واشتغل حافظة بشرية. لايكك جميل، حب اخوك، واشتراكك، واستناني في فيديو بعد بكرة بإذن الله. سلام.